مرحبا بكم عشاق كرة القدم. لدي أخبار مثيرة تخص ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030. أعرب رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن ثقته الكبيرة في جاهزية المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. جاء ذلك خلال لقاء إنفانتينو برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في نيويورك، حيث أشاد إنفانتينو بالمشاريع البنية التحتية والملاعب الرائعة وحسن ضيافة الشعب المغربي. كما وجه إنفانتينو الشكر لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل لكرة القدم، وأكد أن استضافة كأس العالم ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على المغرب والمنطقة بأكملها. وأوضح إنفانتينو أن المغرب في وضعية ممتازة لتقديم بطولة ناجحة، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن الدولة المستضيفة لكأس العالم 2030 سيتخذ في شهر ديسمبر. وقد تداولت العديد من وسائل الإعلام تصريحات إنفانتينو الإيجابية، مسلطة الضوء على استعدادات المغرب المستمرة واتزامها بتطوير كرة القدم. وأثار الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال حماساً وتفاؤلاً بشأن إمكانيات كأس العالم في المنطقة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.